السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض كحك العيد. كل سنة وانتم طيبين. ربنا رمضان كده عدى بص هوا بصراحة ما حسيناش بيه. ربنا يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا وعلى أمة محمد أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. النهارده بقى هنعمل الكحك الدايب دوب كده. بصراحة والله الطريقة ديت ممتازة جدا، ومش بيعمل حمو خالص نهائي، والطريقة سهلة وبسيطة وبيطلع في الآخر النتيجة ممتازة. يعني جربيها كده وقوليلي الطريقة عملت ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت سبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة فضلا وليس أمرا، وتعليق زي العسل كده زيكم. بصي يا حبايبي، انا هنا كده معايا الاول الطبق ده انا حاطه فيه، بس لازم بالوزن لازم بالميزان، نص كيلو سمنه بلدي او السمنه اللي انت بتستخدميها يعني، بس تكون نوع كويس برضو. هنا معايا نص كيلو سمنة، شلت بس منهم معلقة أو معلقة وحاجة بسيطة، وحطيت فيهم شوية سمسم على زي ما انت بتحبي السمسم. هو لكل كيلو دقيق نص كيلو سمنة، نص كيلو سمنة ومعلقتين سمسم. انت عايزة بتحبي السمسم تقدري تزودي السمسم، ما بتحبهوش خالص ما تحطيهوش، يعني مش شرط خالص. ممكن تحطي برضو سمسم اقل من كده، تحطي معلقه واحده لو انت مش بتحبيه باين خالص. هنا بقى انا حطيتهم على النار، حطيت السمسم مع معلقه السمنه اللي انا شلتها في طاسه كده صغيره، وحطيتها على نار هاديه. وجبت العجان، سوري، جبت العجان بتاعي، حطيت فيه كيلو دقيق وحطيت فيه باقي السمنه اللي هو نص كيلو، احنا شلنا منهم معلقه. وحطيت السمسم، بس خلوا السمسم يتحمص يعني اقل من كده درجتين 3 كده، يعني ما يتحمصش قوي. تمام. هنا انا حطيت الدقيق الاول، كيلو دقيق يعني ممكن تنخلي الدقيق احتياطي، يعني الاحسن ان انتي تنخلي الدقيق كويس وتحطيه في العجان. بس انا العجان بتاعي كان صغير شويه ما شالهمش كلهم، فانا هبسهم على ايدي. يعني اهم حاجه في الكحك البس، يعني على قد ما تقدري تبسي. كل ما هتبسيه حلو كل ما هيطلع معاكي نتيجة ممتازة، كل ما هيطلعوا معاكي دايب كده دوب في البق، ما بيها يعني مش ناشف ولا في اي حاجة خالص. والسمنة اللي احنا عملناه يعني استخدمنا سمنة باردة، انا ما قدحتش السمنة، يعني ما سخنتش السمنة ونزلت عليه سخن على الدقيق بسمنة سخنة كده، ما بيعملش حمو ما بيعملش حمو للواحد، يعني بيخليه طري كده ومش بيعمله اي حمو خالص، وبيكون طعمه جميل ولذيذ برضو. وجربوا الطريقه وقولوا لي رايكم. انا هنا هقعد ابس فيه لحد ما اوصل للدرجه ديت كده، يعني بنفس النظام كده، مش تعجني لاني لو عجنتيه هيعمل زي كانه عيش. فلا انت تبسي بيه كده بايدك لحد ما هو بياخد وقت، يعني تفضلي تبسي. ممكن لو انت هتستخدميه كده من غير عجان زي ما انا عملت مثلا، تحطي الدقيق وتحطي السمنة عليهم وتسيبيهم مثلا ساعتين، كل شوية تقلبي فيهم تبسي فيهم شوية، بس الدقيق والسمنة بس، ما تحطيش عليهم الدقيق والسمنة والسمسم، ما تحطيش عليهم لبن ولا اي حاجة من اللي انا بحطها كده دلوقتي. انا حطيتهم دلوقتي علشان خلصت البس. انما انت لو هتبسي كده شوية وتستني شوية، ممكن قبلها يعني تحطي اللبن سوري السمنة مع الدقيق مع السمسم، وتبسي شوية وتستني عليهم ساعتين كده ساعة، وتبسي تاني شوية، هيكون اسهل معاكي برضو. هنا انا حطيت ربع كوباية لبن، وحطيت عليهم معلقتين سكر بودرة، ربع كوب لبن، كل كيلو دقيق سوري كل كيلو دقيق ربع كوباية لبن، واتنين معلقة سكر بودرة، نص معلقة كبيرة خميرة فورية. تمام، خميرة. وحطيت سنة فانيليا، يعني هي سنة فانيليا، حتى لو كنت هتستخدمي اكتر من كده ممكن تزودي عن كده سنة كمان، مش كتير، احنا بس علشان الطعم. يبقى انا كده زي ما قلت لكم، انا حطيت ربع كوباية لبن ومعلقتين سكر بودرة، معلقة من الكبيرة، ونص معلقة خميرة. كده انا سبتهم هنا حوالي 3 دقايق كده. نسيت بس احط ذرة الملح، حطيت ذرة ملح لاني كنت احطها في الدقيق. هنا حطيت ذرة الملح
وهحط البيكنج باودر زي ما انتوا شايفين ربع معلقه كده او نص معلقه صغيره، حاجه بسيطه يعني، مش ما تزوديش بيكنج باودر خالص علشان ما يفرش معاكي العجينه. هقلبهم بقى هنا كويس. هنا طبعا انا كنت بس العجينه ومجهزاها. هحط عليها اللبن. كل ما تحسيها طريه ما يعني مش ان انتي تزودي لبن، لا تخلي اللبن قليل، يعني هي ربع كوب على الدقيق هيكون مظبوط معاكي، بس علشان نظبط القوام وما نخليش العجينه بملمس الايد كده تدي ملمس الايد. فاحنا هنزود لها ربع كوبايه ميه تاني، يعني كل كيلو دقيق عليه ربع كوبايه لبن وربع كوبايه ميه كده هيظبط معاكي العجينه، بس بعد ما تبسي شويه. طبعا ما هنبسش كتير هنا، بس هنقلبهم بس كده شويه، هدخل المكونات في قلب بعضها. انما تكوني عارفه ان انت بعد ما تحطي اللبن ما تبسيش فيه كتير علشان ما يديش معاكي عرق، هيكون العجينه هتدي معاكي عرق كده ومش هتكون كويسه خالص، مش هتنجح معاكي. فانت مش هتبسي فيه كتير، حاجه بسيطه. وبعد كده هنحط ربع كوبايه الميه، ونفس النظام برضو تقلبتين كده تاني نبسهم بس مره كمان، حاجه بسيطه. وخلاص انا هنا يا جماعه كنت حطيت برضو سوري، كنت حطيت مع الدقيق، لما حطيت الدقيق والحاجه كنت حطيت معاهم ربع نص معلقه محلب مطحون، تمام. بس هي ما جاتش هنا في الفيديو. مع الدقيق ومع السمنه نص معلقه صغيره او معلقه مثلا صغيره محلب مطحون، او ان انت لو جبتي محلب من عند العطار وطحنتيه وسوري وحمصتيه الاول وبعد كده طحنتيه، اوكي برضو ما فيهاش مشكله. وممكن تجيبيه مطحون. انا هنا كنت جبت محلب مطحون، حطيت نص معلقه صغيره على كل كيلو دقيق مع الدقيق ومع السمنه. انا برضو هنا زي ما انتوا عارفين اهو، انا بسيتهم بس دقيقه واحده كمان، ما كترتش او اقل من دقيقه برضو علشان ما يديش عرق معايا وما يكونش كويس. ممكن تقللي لسه السمسم عن كده، او ممكن ما تحطيش سمسم خالص. هنا بقى غطيتهم بكيس علشان الوش ما ينشفش وبرضو ترتاح العجينه. انا سبت العجينه ترتاح حوالي 10 دقايق قبل ما اقطع فيها او اعمل فيها اي حاجه، انا سبت العجينه ترتاح 10 دقايق. هنا بقى الحشوه انا بحشيها ملبن. هتجيبي الملبن الكميه اللي انت عايزاها، وهتحطي عليها معلقه واحده بس سمنه بلدي، وتهرسيهم في قلب بعضيهم. هتحطي الملبن وسمنه بلدي، معلقه واحده سمنه بلدي او السمنه اللي انت بتستخدميها تكون كويسه، وهتفركيهم كده، هتدخليهم في قلب بعض، هتهرسي الملبن وهتعملي المنقاش. هو ده المنقاش برضو انا جبته، كنت جايبه واحد تاني بس ده اللي استخدمته يعني. هعمل جزء ساده وجزء بالملبن زي ما انتوا شايفين كده. انا هعمل بس معاكم واحده تاني وبعد كده هكمل انا الباقي. زي ما انتوا كده عارفين انا هقول لكم برضو المكونات تاني من اول وجديد. كل كيلو دقيق انا حطيت الدقيق في العجان، او هتحطي الدقيق في اي حاجه كانت هتحطي فيها. هتحطي الدقيق والسمنه، نص كيلو سمنه بالميزان اديني بنبه عليك اهو، علشان ما تحطيش مثلا بالبركه كده، لان المعيار بتاعي غير لو مثلا كوب معين انت بتعايري بيه، يعني الاكواب اللي هي المظبوطه اللي هي الكوب والنص كوب والكلام ده اوكي، اللي هو طالع دوت الثابت. انما الكوبايه اللي عندي او المج اللي عندي يختلف عن اللي عندك، فاكيد ان انا مش هعاير بيه. فانت هتوزني نص كيلو سمنه ده مظبوط، وهتحطي عليه الدقيق، وهتحطي عليه نص معلقه محلب مطحون وذره ملح، تمام كده. وهتعجنيهم، هتبسي فيهم كويس جدا جدا جدا. وبعد كده هتحطي، طبعا هنكون حاطين السمسم معاهم، وبعد كده هتحطي الميه والحاجه اللي انا قلتلك عليها. هنا بقى انا كنت عملتهم كلهم، عملت الكميه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الكيلو واحد عمل لي 5 صواني دول، يعني انا بالنسبه لي لو اشتريتهم من بره هيكونوا طبعا اقل من كده بكتير، والطعم مضمون وجميل جدا ومعمول بالسمنه البلدي، يعني حاجه انت ضمناها وانت عاملاها بايدك في بيتك وبيكون ليها طعم. يعني انت لو قارنتي ده باللي انت بتجيبيه من بره، يعني مثلا هاتي وحدتين من بره او هاتي اللي هتجيبيه من بره وقارني بتاعك اللي انت هتعمليه بالتاني، هيطلع معاكي ده احسن بكتير. فانا عملت هنا 5 صواني وهسيبهم بقى يرتاحوا كده، يعني هسيبهم كده حوالي ساعتين 3 هتسيبيهم كده، بس هتغطيهم
اكياس مثلا، او هتغطيهم بحاجه علشان الوش ما ينشفش وما يشققش، ما يحصلوش حاجه يعني. هتغطيهم مثلا باكياس، اكياس تلاجة كده تفرديها وتغطيهم بيها، او ورق استريتش لو عندك. انا هنا كنت غطيتهم وسبتهم بقى يرتاحوا، هنا كان عدى 3 ساعات، سبتهم يرتاحوا كويس جدا. وطبعا كنت مغطياهم ودخلتهم في على فرن درجة حرارة مظبوطة 180 او 170 كمان، لان هو ما بيدخلش على درجة حرارة عالية. وهتحطيهم على الرف لا، انا كنت حطاهم هنا على الرف الوسطاني، انت هتزودي الرف اللي فوقيه لان انا نقلتهم بعد كده على الرف اللي فوقيه. فانت هتحطيهم على الرف اللي من فوق كده شويه، مش تحت العين على طول. وهو بياخد من حوالي تلت ساعة او اقل كمان، يعني ممكن ربع ساعة. هنا كان طلع الكحك معايا، بص وشه من فوق جميل جدا ومن تحت برضو مظبوط، مش محروق ولا في اي حاجة، وطعمه في منتهى الجمال ودايب كده. يعني انا هفتح معاكم واحدة دايبة دوب كده والله، يعني طعمها حلو خالص. ومش مش بيغلب يعني في الوقت ولا في العميل بتاعه، وهتكوني ضامنه حاجتك طبعا. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا انا هنا هفتح واحده برضه هوريها لكم، يعني ديت كانت من غير ملبن اللي هي الساده. بص بس والله اول ما دوست عليها كده، بس دوست عليها بس دابت كده، دابت في ايدي دوب. هنا كده انا خلصت الكميه بتاعت الكحكه كلها. هحط برضو معاكم هنا شويه في السيرفيز. وطبعا يكون عندك سكر مطحون، سكر بودره، سوري سكر بودره، او عندك لو عندك سكر ابيض من اللي هو العادي اللي انت بتستخدميه ده، تطحنيه في الكبه كويس. بس تتاكدي ان الكبه ما يكونش فيها حاجه، ما يكونش مطحون فيها حاجه يعني زي فلفل اسمر او كمون او الحاجه دي. لو عندك سكر ابيض حلو ده، ممكن تطحنيه وتحطيه برضه، هو نفس سكر البودرة، هو كده برضه. هنا انا هرش عليهم بقى سكر بودرة من فوق، وهكمل بقية الطبق ده برضو يا جماعة انا سيبته كده. يعني انا بعد ما خلصته، بعد ما ظبطته كده وحطيت فيه السكر وكل حاجة، انا لفيته بورق استريتش، لفيت الطبق كله من حوالين داير كل الطبق، قفلته بورق استريتش كأنه جاي مشترياه جاهز. هيفضل عندي لحد العيد. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب، وربنا يجعلها سنة سعيدة على الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على النبي يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انا هنا رشيت عليه السكر، وهكمل برضو بقية الصف التاني. انتي هترشي يعني سوري هتحطي صف كحك وهترشي عليه سكر بودرة من فوق، وهتكملي كل صف تحطيه هترشي عليه سكر بودرة من فوقيه، وبرضو بيتشال بالسكر نفس النظام عادي، مش بيحصل له حاجة. هنا برضو حطيت اخر شوية من فوق زي ما انتوا شايفين كده، وهرشيت عليهم السكر وكان طعمه في منتهى الجمال. يعني انا هنزل ان شاء الله فيديو تاني برضو ليه، هكمل بقية كمية تانية هعملها. وقولوا لي ايه رأيكم بقى في الكحك، والطريقة ديت انتوا بتعملوا بيها ولا في طريقة تانية؟ بس بجد الطريقة برضو دي يعني ممتازة. هنا بقى انا كنت خلصته، كنت رصيته، كل الصواني ديت ما خدتش معايا وقت خالص في الفرن. بس تابعها لان ما بياخدش وقت كتير. اول ما تحس ان من تحت لونه بقى ذهبي كده حلو وفاتح، تشيليها، ما تولعيش عليها الشوايه ايوه خالص، لا هي بتاخد وش من فوق ومن تحت. بس انتي تحطيها من اول رف من فوق، مش اول رف من تحت، لا اول رف من فوق، علشان يتظبط معاكي الكحك وياخد وش اللون من تحت نفس اللون من فوق، ما يتحرقش معاكي ويطلع طعمه جميل وقوامه كويس. الكحكايه متماسكه جدا، مش متكسره خالص، مش دايبه قوي يعني، مش كل ما تمسكي الكحكايه تلاقيها اتكسرت، ماسكه نفسها ومن جوه دايبه ذوبان، وطعمها في منتهى الروعه. قولوا له ايه رايكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.